الهلال يطرح اليوم دائما خلاف حول تأسيس نادي النصر. أنت يعني لك تجربة طويلة وعاصرت تأسيس الهلال ثم تأسيس النصر. من مؤسس نادي النصر؟ شوف، أو إذا تحب تضيف في هذا الموضوع. أنا أقول لك نفس مؤسس نادي النصر ومؤسس نادي الهلال ومؤسس أندية الرياض أنا أعرفهم ومعايشهم. اترك اللي ينقلون ويزورون. البطولات كذلك. البطولات وين تقام في الملاعب الرسمية وفي نهاية الموسم. لا يبقى صح. من أسس النادي طيب؟ يعني اللي أسس نادي النصر ولا يزالون يتهربون ويقولون فلان وفلان وفلان. طيب يا فلان وفلان اللي يقولون عليهم توفوا الله يرحمهم، يوم انهم احياء ليش ما اعلنتوا عنهم منهم من المؤسسين؟ اللي اسس نادي النصر واللي خسر وتعب وكان يروح يعني يتسلف 200 ريال 300 ريال وفي اوراق عند عبد الرحمن بن سعيد ويتسلف منهم وغيره، وهو اللي بذل جهد في تاسيس النصر اللي هو احمد البربري السوداني الله يرحمه. واعترفوا مؤرخ نصراوي اعتقد انه بن صبيح ونشر في احدى الصحف اللي اسس نادي النصر احمد البربري السوداني. وليس عيب، كان اللي اسسوا انديه اكبر من النصر وغيره غير سعودي. احنا ما كان عندنا مدربين واللاعبين اللي يجون وهذا كلهم غير سعوديين. احنا ما كان ولا حتى الكوره. من ياسس الكوره؟ عبد الرحمن بن سعيد الله يرحمه اللي اسس، كان يعاني من عائلته. طيب وابناء الجبعه؟ ها؟ ابناء الجبعه يوم وافته صاروا مؤسسين، لكن هم احياء ما اعلنوا انهم مؤسسين. ابدا. يعني انا اعرفهم واحد الله يرحمهم، اعرفهم معرفه شخصيه، يجون يعني اعضاء شرف ومن محبين ومشجعين، لكن التاسيس ما كانوا موجودين اصلا في التاسيس يوم كان تاسيس نادي النصر. بس الان يقول لك الاعلام النصراوي جاء اعلام والله يا شيخ ولا حتى في حراج بن قاسم تقبله. اعلام بطولات من 23 إلى 46 بطولة معقول؟ كلها من إعلام. طيب إذا يضيفون 46 بطولة وهم كلها بطولات من رسمية 23، وشلون يعترفون بعد مؤسس ناديهم؟ هذه مشكلة. ما فيه إطلاقا أي معلومة صحيحة تقول لا في تأسيسه ينكرون، لكن اللي أسس وأنا مشاهده بعيني وأعرفه معرفة الشخصية أنت أحمد البري الله يرحمه، رجل فاضل رجل بذل. انت شفته يعني وين شفته؟ شفته لما رحتوا يعني في النادي قابلته ولا وين؟ اصلا النادي نفس نادي النصر مثل نادي الهلال كان بحوطة خالد. الظاهر ما يجي غرفه في محل شعبي. اول ما طلع النصر